الفيديو ده هيبقى لتعليم اوضاع الفيزيك والبوزنج بشكل عام، وهيبقى فيه اسرار مهمه جدا لاي حد عايز يتعلم اوضاع الفيزيك. محدش هيقول لك عليها. عايز تشد الوضع الشمال كويس، شد جنبك اليمين الاول، بين وسطي اصغر، وطول المساحه هنا. طيب يا شباب، الفيديو ده هيبقى لتعليم اوضاع الفيزيك والبوزنج بشكل عام، وهيبقى فيه اسرار مهمه جدا لاي حد عايز يتعلم اوضاع الفيزيك. محدش هيقول لك عليها، بس هقولها لكم وبصراحه في الفيديو ده. اول حاجه يا شباب، المينز فيزيك ايه هي؟ المينز فيزيك انك يبقى عندك وسط صغير وكتاف عريضه وشكل الفي شيب. طيب، هل ده معناه ان لازم يبقى عظم وسطك رفيع؟ يعني لو انت مثلا وانت صغير انت حاسس ان قبل ما تبدا مثلا جيم وسطك عريض كده، خلاص ان انت مش تقدر تبقى بطل فيزيك؟ لا بالعكس، انا عن نفسي انا وسطي مش رفيع خالص على فكره، انا وسطي عريض. بس احنا بنعمل تريك هاكينج، بنقدر نضحك على الموضوع ده لان هو الموضوع كله بيتشاف بالعين. فبنعمل ايه؟ انت لو كبرت اللاتسه عندك وكبرت الكتاف وظهرك بشكل عام، هيبدا يبقى عندك شكل شيب ده وبصوره واضحه جدا وسهله. فده مبدئيا الفيزيك يبقى وسط رفيع مع الفي شيب. طيب كده انت عرفت هتشتغل على ايه وانت بتتمرن، انك تبقى عندك مساحه كبيره فوق، ويبقى وسطك رفيع وشكلك شيك، وطبعا الوسط يبقى ناشف وشريدد. انا لسه مش ناشف، انا لسه باقي لي على البطوله 4 اسابيع، بس طبعا بتبدا تطلع بكونديشن قويه جدا. يلا خلينا نبدا في تعليم الاوضاع، وهقول لكم على اسرار والله محدش هيقول لكم عليها. طيب، اول حاجه احنا عندنا 4 اوضاع في الفيزيك ده لو انت بتلعب اتحاد اليت، ووضعين بس لو انت بتلعب اتحاد برو ليج. طيب، وضعين اللي هو الاتحاد برو ليج اللي هو بيبقى بس فرونت والباك، ده بس في الاتحاد البرو ليج. طب والاتحاد الاليت يبقى عندنا 4 اوضاع، انا هعمله لكم بسرعه، بعد كده نبدا بقى نشد الاوضاع بشكل كويس وهعرفكم. وضع اوضاع الاليت بتبقى 4 اوضاع: فرونت، سايد رجلك بتبقى ورا والرجل الثانيه هنا، سايد تاني، والباك. بس هنا لازم يبقى ايدك محطوطه في وسطك بالشكل ده. طيب خلينا بقى نعمل الاوضاع. هعملها لكم دلوقتي حالا الاوضاع بشكل بروفيشنال، اكن انا بعرض على مسرح اليت، وبعد كده هقول لكم ازاي تشدوا الاوضاع دي بشكل كويس جدا. خلينا نعمل ال4 اوضاع بسرعه. اول حاجه طيب، دول كده ال4 اوضاع بسرعه في الاليت. هقول لكم بقى التريكات. اول حاجه في وضع الفرونت، اول ما تبدا تخش رجل على حسب بقى تشد وضع شمال او وضع او جنبي شمال او جنبي يمين، كل واحد فينا بيبقى عنده جنب احلى من جنب. انا عندي الجنب الشمال اقوى. فاول حاجه تبدا تخش رجلك تبقى على نفس الخط، ودي تبقى على مشط رجلك on your toes، وتبدا بوسطك ترميه لقدام. دي اول حاجه. بعد كده عايز تشد الوضع الشمال، وخد بالك من النقطه دي قوي، شد الوضع اليمين الاول. عايز تشد الوضع الشمال يبقى ظاهر كويس، هعيدها تاني. عايز تشد الوضع الشمال كويس، شد جنبك اليمين الاول. ليه؟ هتفهم دلوقتي. انا كده شد جنبي اليمين الاول، بعد كده قوم شادد جنبي الشمال. واخدين بالكم ايه اللي حصل؟ لما شديت جنبي اليمين بين وسطي اصغر وطول المساحه هنا. فلما شديت الوضع شكلي بقى في شيب احسن. طب لو انا ما شدتش جنبي اليمين ايه اللي هيحصل؟ بصوا كده، شايفين الشكل بعمل ازاي؟ انا شادد جنبي الشمال بس هنا سايبها. فايه اللي حصل؟ بقت وسطي شكله اعرض غير لما هعملها بالشكل ده.
كده انا شديت الجنب اليمين وسايب وشديت بعدها الجنب الشمال. طيب دي اول تريك. تاني حاجه، لما تيجي ده كده الوضع الفرونت هو ده اهم حاجه، صدرك ما تبقاش شده، ريلاكس، فارد صدرك فوق وفاتح اللاتس بتاعتك. اوكي، ده كده اول وضع اللي هو الفرونت. لما تيجي تقلب على الوضع الثاني اللي هو كوارتر تو ذا رايت، هو الحكم بيقعد يقول لك كوارتر تو ذا رايت اللي هو تلف ربع لفه. فالوضع الثاني هو الجنب الشمال. بعمل ايه؟ انا كده شادد الوضع الاول على طول اعمل ترانزيشن كده كده او اعمل كده، بعد كده اقوم شادد الجنب الشمال او الوضع الثاني. لازم رجل تبقى عكس الرجل الثانيه برضو بنفس الطريقه اون يور تو، ووزنك كله يبقى على الرجل الشمال دي وتشد الوضع. لما تيجي تتنفس بتضحك، بتتنفس من هنا عشان يبدا يبقى وسطك ملموم وناشف ومشدود وبرضه بتعرف تتنفس. تاني حاجه، هتيجي تخش على الوضع اللي بعده اللي هو الباك. انا من هنا هقلب ازاي على الباك؟ انا اهو هقلب ازاي على الباك؟ تعمل برضه ترانزيشن اهي، جمع، افرد. انا مش عارف اشد وضع الباك قوي عشان عندي اصابه في ظهري. الجنب اللي بعده اللي هو الجنب الثالث نفس التركه، شد الجنب، عايز تشد الجنب اليمين شد الجنب الشمال الاول، بعد كده شد الجنب اليمين عشان يبان وسطك اصغر واحسن. هعملها تاني قدامكم اهو. خلصت الباك بنفس الطريقه، رجل عكس الرجل الثانيه، شد جنبك الشمال الاول بعدها الجنب اليمين. وطلع النفس كامل من بقك. بس يا شباب، دي الحاجات اللي انت المفروض تاخد بالك منها في اوضاع الفيزيك. تبقى ثابت، ريلاكست، وبتعرف تشد الاوضاع صح. كده احنا خلصنا الاربع اوضاع بتوع الفيزيك الاليت. البرو ليج سهل، هو بس فرونت والباك، ومش محتاج تحط ايدك في وسطك. الموضوع بسيط جدا 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 في البرو ليج. واهم حاجه برضو انك تبقى محافظ على نفسك عشان بطنك ما تفضلش تطلع وتدخل. بس يا شباب، هو ده كده الفيديو بتاعنا لاوضاع الفيزيك. اكتبوا لي في التعليقات تحت لو عايزيني اعمل لكم فيديو عن اي حاجه تانية، عينيا ليكم مش هتاخر ان شاء الله. واعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، وتابعوني على الانستجرام هتلاقوه تحت في الديسكربشن.